طب بدل ما تتعبي نفسك ما انزل انا اجيب لك الرز. شكرا، خليك في حالك. الله، في ايه يا بنت جاري؟ مالك مغشمه عليا ليه كده؟ ده انا حتى باخد ودي بشكل ودي. طب خش جوه يا سيماندو بدل ما مراتك تشوفك وتعمل معاك مصيبه، وعيب انت راجل متجوز. مراتي تشوفني؟ ما تشوفني، هو انا بعمل حاجه غلط؟ ده انا بنت جاري وبساعدها عادي يعني، وهي عارفه ان انا بحب اقدر. الله عليك يا جوزي يا حبيبي يا بتاع التقدير. طب انزل لي بس كده يا اخويا. ايه انت جيتي من بيت ابوك امتى؟ طب وسع بس يا بتاع التقدير اشوف انت بتقدر مين. وسع. اوبا، يلا بينا. طب حلو ده. اوبا، ده البنت اول ما شافتني دخلت على طول اوضتها. استنى بس يا هو انت مقنتم معاها؟ مقنتم مين؟ دي عندها 18 سنه، دي طفله. وما هي طفله عايز تقدر ليه الطفله يا مندو؟ لا هي لقيتها. يا اخويا كنت قدرت اللي مرميه معاك في البيت، اللي شايفه الطين وطفحه الزفت على دماغها بسببك. وانت مش فاهمين، هي كل شويه بتنادى عليا، تقعد تقول لي يا سيموندو بعد اذنك. يا سيموندو؟ او انت كمان بقى بيتقالك يا سيموندو؟ وساره بتقول لي يا ابي. الله الله يا عبد يا ابي مندو، اسمعي بس يا ابي مندو وبعد اذنك ممكن اجيب حاجه من تحت، بس انا خايف انزل. كداب. انا كداب؟ كداب. لا مش كداب. لا لسانك عمال ان هو يتعلق كده ويتنتن، معنى كده انك كداب. لا انا بقى هشوف صرفه مع امها بنت امها. استني، رايحه فين؟ رايحه فين؟ رايحه فين؟ ده احنا بس رايحه اسود عليك ليلتك وخليها زرقاء، وكلمه كمان يا مندو هيبقى ليلتك مش معديه وهتطلقني. طب اسمعيني، دي بنت صغيره، واول ما تروح لامها ممكن امها تعمل معاها مشاكل وتعمل لي انا مشاكل، يقول عليا ايه؟ بتاع عيال. كويس قوي انك عارف، كويس قوي انك عارف ان كده بيتقال عنه ايه. اسمعيني بس اسمعيني. هو كل الحوار في ايه؟ انا شايفها زي بنتي، ده انا لو كنت متجوز، يعني لو كنت متجوز من زمان كان زماني جبت اطول منها. ايه شايفها زي مين يا عينيا؟ زي بنتي. ليه هو انا عندي 50 سنه ولا انت عندك 40 سنه؟ ليه يا عمر؟ ده البنت راحت ولا جت عندها 16 17 سنه، انت بتحور على مين؟ انت بتغير عليا؟ بتغير عليا من مين؟ من واحده عندها 18 سنه. وانا هغير عليك ليه ان شاء الله؟ انا عايزاك تحط في عينك حصوه ملح وتعرف ان معاك ست كمل محترماك في غيابك قبل وجودك، وتتلم كده بدل ما انت ماشي عمال تبص لدي وتبص لدي وتغمز لدي، وانا كاتمه على بقي. وسع من وشي وانا هعرف شغلي معاك. حاضر. يا صغنن. مين حضرتك؟ حضرتك فين ماما يا حبيبتي؟ ماما جوه. عاوزه ايه؟ عاوزه هنديها لي. حاضر يا طنط. طنط. نعم. ايه يا حاجه؟ ايه يا اختي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد من لله. غير ما تردي بس السلام وتعملي فيها ان انت لسه جايه. احترمي نفسك وانت بتتكلمي. انا اللي احترم نفسي. ايوه يا اختي كنت ربيتي بنتك الشحطه اللي بتبص الراجل متجوز. قطع لسانك، انا بنتي متربيه احسن تربيه. الله اكبر. لا ما انا عارفه التربيه الحلوه دي. استنى انت بتزعقي ليه؟ هو اللي بيكلمني والله وعمال يبص لي وانا ما عملتلوش اي حاجه يا ماما. ايوه، وبنتي اشتكت لي وقالت لي يا ماما هروح اقول لمراته، قلت لها لا يا بنتي مش عايزين نخرب عليهم، ما قلتيش تقفي في البلكونه. لا محترمه يا بنت. ايوه البنت طبعا قد كده محترمه اهو غصب عن. ايوه طبعا. اسمعيني قبل ما تتكلمي ماشي؟ جوزك كل يوم يقف لبنتي ويلغيها، وبنتي تدخل تعيط وتقول لي يا ماما انا ما بقتش عارفه اطلع انشر ولا اعمل حاجه في البلكونه، جارنا اللي قصادنا ده بيقعد يقول لي كلام. ماشي؟ انا بنتي مؤدبه وانت عبتي في بنتي، لمي جوزك. انا بنتي متقدم لها عرسان وهتتخطب الايام اللي جايه، فعيب. طب بصي يا حاج، انا جيت وقلت ان احنا نحلها ودي ونتكلم بالمعروف احسن عشان ما يبقاش سمعه بنات، وانت عارفه ان انا فاشر اللي يجيب. لا اسمعيني بس ويسوق سمعتها. اسمعيني يا حبيبتي، انا سمعتك لحد الاخر، بس اللي يجي ناحيه بيتي اقطعه نتايل، وان كان على جوزي انا هعرف ان انا حقك يا حبيبتي اللي يجي ناحيه بيتك، لكن انا قلت لك بنتي متربيه. خلاص ماشي يا حبيبتي، عايزه انك تحافظي على بنتك ما تطلعهاش للبلكونه، بنتك صغيره وشابه وحلوه. لا هي طالعه في بلكونه الجيران، ده بلكونات. لا يا حبيبتي، بس انت عارفه ان انت عندك واحد مش كويس، ده على
كلامك لازم أيوة تطلعيها طبعاً. قدامه. الا بقى لو انت حابه الجو ده عايزه لا يا تحافظي على حبيبتي. بنتك، اطلعي انت يا اختي بدلها عن اذنك. لم جوزك يا طنط روعه يا روحي، ولا مش هتعرفي تنطقي الاسم؟ يعوذ بالله. عن اذنك. ماما والله ما حصلش اللي هي بتقوله ده. مصدقاك يا بنتي، انا شفته في البلكونه وانتي طلعتي مؤدبه. عارفه لو كنت لغتيه كنت هزعل واقول انا معرفتش اربي، بس مراته اعوذ بالله لسانها زي المبرد. وجوزها كمان قليل ادب ومش محترم، تروح تلم جوزها الاول. ما وفق الا لما جمع. بقول لك ايه، ايه؟ ما عدتيش تطلعي البلكونه. حاضر يا ماما. شاطره. اما يبقى في نشير ولا حاجه، لو ان رجلي تعباني هطلع معلش، ويبقى يطلع يغازل. انا رحت للناس يا ابن الاصول وطلعت ان الناس ما عندهمش غلط، وفي مثل بيقول لك لو طلع العيب من اهل العيب ما يبقاش عيب، وانت عملت كل العيب. فاسمعني بقى يا ابن الناس قبل ما تنطق بولا حرف، عشان كلامك ولا هيقدم ولا هيأخر. انا خلاص استحملت المعاك بما فيه الكفايه، ومش عايزه ان انا اكمل، عشان انت عمرك ما هتعرف قيمه النعمه، وربنا مديلك كل حاجه وانت مش مقدر ولا عارف يعني ايه ان انت تحافظ على بيت ولا على اسره ولا على زوجه. وما دام انت مش عارف قيمتي يبقى خلاص روح انت بقى شوف انت عايز تعمل ايه وتصرمح زي ما انت عايز، وانا اروح اشوف بيت اهلي اولى بيا. طب اوعدك ان انا مش هعمل كده تاني. انا فعلا غلطت وبصيت لبنت الجيران، بس غلطه، ودي اول غلطه ان انا اعملها معاكي من ساعه ما اتجوزتك. طب انا وكنت استاهل منك ده؟ لا، انا فعلا ما قدرتش بص نعمل لبيتنا، بص ان انت تعبت قد ايه وانا كمان تعبت قد ايه عشان احنا نبقى في لحظه يوم من الايام نبقى تحت سقف بيت واحد في حلال ربنا. حق عليك ان انت تصوني، عشان زي ما انت هتعمل ربنا هيشيل لك ده فيا. صح؟ صح، حقك عليا. حافظ عليا وقدر قيمه النعمه اللي في ايدك يا مندو قبل فوات الاوان يا حبيبي. حاضر. ممكن أنا ما تزعليش مسامحاك. واقول لك على حاجه، انا راح اعتذر للناس دي. ما خلاص؟ تعتذرش. لا، لازم انا اعتذر. وكمان يعني الست اللي كنت شفتني في الشارع توصيله بنظره مش كويسه. ماشي يا سيدي. يرضيك ان جوزك يبقى ماشي في الشارع او طالع كده او طالع لا. من البلكونه حد يبص له بنظره وحشه؟ لا انا يرضيني ان جوزي ماشي. خلاص رجع لعقله. خلاص ماشي. ماشي. الاخر مشهد بقى، ستوب. ايوه. السلام عليكم يا ست حلويات. عاملة نعم. إيه؟ انا جاي اعتذر لك على اللي حصل مني لبنتك. هي بنتك المفروض انا اعتبرها زي بنتي. ولما انت بتقول تعتبرها زي بنتي، ترضى ان حد يعاكس بنتك؟ ده انت الجار للجار. غلطه مني يا ست حلويات. ايه هتقفلي على الواحده؟ وكمان يعني انا ابن جارك وابن جارك ابن جارك. ما يزعليش مني، حقك عليا يا ست. وادي دماغك ايه، انت وبنتك على دماغي من فوق. روح بص دماغ مراتك يا اخويا وراضيها. بصت دماغها وبصت ايدها كمان. انا عندي نعمه في البيت ما كنتش مقدرها. ايوه، يا ريت يكون كلامك ده صح وتقدر مراتك وما تبصش لولاد الناس، وتبص لبيتك وتهتم ببيتك عشان تعيش سعيد ومرتاح البال. يا ست حلوتي وانا مستني منك الكلام ده. ما تجيبش لنفسك المشاكل، انا زي امك برضو. ماشي يا امي يا ست الكل. ماشي هعديها ممكن بقى ما لك. تزعليش مني. طيب مش عايز بقى لما اطلع اسمعيني بس يا ست حلويات، مش عايز اطلع البلكونه الاقيكي بصيت لي البصه بتاعتك دي، انا عارفها. ما انت مضطر ان انا انت اللي خليتني ابص البصه دي. يا ست حقك عليا. ماشي تمام. اتفضل. يلا. ولا بلاش، احنا ما عندناش راجل يقابلك. ماشي تمام. مع السلامه. ايوه، الاصول اصول والصح صح، هو اللي يتعمل. ربنا يهديه ويكون راجع نفسه.